السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم يا وجوه الخير. اليوم غنحكي لكم قصة ماشي بحال كاع القصص، قصة ديال جوج خوت عمر وليلى اللي قهرهم الفقر في صغرهم، ولكن عهدهم لبعضياتهم كان أقوى من الظروف. قصة كفاح بطلها الصبر ونهايتها غتعلمنا باللي الصبر هو كل شيء باش بنادم يوصل. ونبداو القصة ديالنا. عمر وليلى كبروا فواحد الدار صغيرة بزاف، فيه جوج بيوت وكوزينة وفراشها قدامين بزاف، شراوهم غير من الجطية ولكن ماشي عيب، كل واحد والاستطاعة ديالو. والأب ديالهم عمي بوعزة راجل بسيط كيخدم نهار بنهارو، والأم خالتي زهرة كانت كتواجه سخونة الفران كل فجر باش توجد الخبز باش تبيعو وتوفر تمن الدفاتر ديال ولادها. عمر الأخ الكبير ديال ليلى كان كيشوف الصندالة ديال ليلى مقطع وكيسكت والدمعة في عينيه. كان كيوعدها ديما ويقول ليها صبري يا ليلى، غدا نكبرو ونبنيو لماما وبابا أحسن دار في الدنيا. أصعب حاجة وجهوها هاد الخوت ماشي الجوع، هي القسوة ديال الناس اللي قرابين ليهم. العم الجلالي اللي كان غني وعنده شركات كان كيدوز بطوموبيلتو قدامهم وكيشوف فيهم شوفة الاحتقار. كان كيقول لأخ ديالو عمي بوعزة اش غيديروا هادوك الولاد بقراية، غير خرجهم يمشيو للسوق يبيعوا الميكا ولا النعناع. وهذاك الكلمات كينزلوا على عمر بحال الصاعقة، ولكن عيون ما تحطموا كان هي الوقود اللي خلاه يزيد يجتهد. بدات السنين والأب بوعزة طاحوا مريض والأمور زاد تكفسات عليهم. وهنا عمر خدا واحد القرار، قال في الصباح القراية وبالليل نخدم في القهوة نغسل المواعن. وصديق الطفولة ياسين كان هو السند، كيسلفوا ليه الكتوبة وكيراجع معاه تحت ضوء الشمعة حيث الضوء مقطوع عليهم حيث ما عندهمش باش يخلصوه. وليلى هي الأخرى كانت كترجع من المدرسة وتجلس تعاون ماماتها في الخبز ويديها صغارين كيحرقوها، ولكن عينيها ديما في الكتاب. مرت السنين بحال البرق وعمر وليلى ما وقفوش، كافحوا قراو، وعمر تخرج مهندس كبير وليلى تقاتلات حتى ولات طبيبة ناجحة. وواحد النهار العم الجلالي دار عليه الزمان وخسر الثروة ديالو كلها، ومريض مرض خايب ودخل المستشفى وهو يلقى قدامه الدكتورة ليلى بوزرتها البيضاء كتعامله بكل احترام وحنان. وجاء عمر وشاف عمه اللي كان كيضحك عليهم وقال ليه جملة خلدها التاريخ: يا عمي فاش كنا صغار كنتي كتقول لينا الفقر عيب، ودابا كنشكرك حيت كلامك هو اللي خلانا نتقاتلوا حتى وصلنا لهنا. عمر وليلى بناو دار زوينة وكبيرة لوالديهم وداوهم الحج حجوا، والأهم بقاو متواضعين. والعبرة ما تخليش حتى واحد يحطم أحلامك مهما كان فقرك، طموحك هو ثروتك الحقيقية. وهنا كنساليو القصة ديالنا. إلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك والتعليق والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.